بفكرة عبقرية ازاي تحولي الفرن بتاعك لفرن المخابز وتوصلي للون الموحد للمخبوزات. اي نوع مخبوزات عندك هتوصلي اللون موحد، وهتشوفي احلى طريقة للباتيه، طريقة جديدة وعبقرية خالص. بصيلي على الطريقة وبصيلي على اللون بتاع الباتيه، حاجة كده بصراحة تحفة. انا هدى ودي قناتي، لو اول مرة بتتابعيني ياريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة الباتيه بلون موحد زي ما انت شايفاه معايا كده في الصورة. هندخل ونشوف مكوناتنا مع بعض. اول حاجة معايا بولة تكون ناشفة خالص، هنحط فيها كوباية من الحليب او اللبن. هنحط معلقتين من السكر. لو عايزة تستبدلي الحليب بمية مفيش مشكلة، بس هتستخدمي معلقتين لبن بودر. وحطيت معلقة ممسوحة من الخميرة الفورية، وحطيت ربع كوباية من الزيت. دي كل مكوناتي، طبعا بدون بيض، مش هنستخدم بيض خالص في الباتيه بتاعنا. بس كده هندوب المكونات السائلة كلها مع بعض، وما تنسيش معلقة الخل عشان تديكي الهشاشة بتاعت الباتيه. هنا لو عايزة تختبري الخميرة تسيبيها لمدة 10 دقايق، غطيها وسيبيها وبعد كده ارجعي لها. لو انت متأكدة من الخميرة بتاعتك خلاص يبقى تشتغلي على طول. وحطي الدقيق، نص كيلو من الدقيق وعليه نص معلقة صغيرة من الملح. هنا معايا نص كوباية مية. هنستبدل طبعا زي ما قلتلك الحليب بالمية لو انت عايزة. وعجيني كده، وهقولك على طريقة عجن سهلة خالص هتخلي الباتيه معاكي وشه لامع زي ما انت شفتيه معايا في بداية الفيديو. اعجني كده ولمي المكونات لغاية ما توصلي لقوام العجينة اللي احنا عايزينه. محتاجة مية حطي لها مية، مش محتاجة خلاص اعجني لغاية ما توصلي للقوام اللي هقولك عليه. صلوا على النبي كده في الكومنتات يا زهرة الكون. بس كده هو ده القوام اللي انا عايزاه للعجينة، لا تكون ملزقة ولا تكون يابسة معانا، تكون متوسطة زي ما انتوا شايفين. هنا هريح العجينة بتاعتي 10 دقايق هتديكي نتيجة ممتازة. وبعد كده نكمل عجن فيها برضو. بصوا معايا انا ريحتها 10 دقايق، بتدينا عجينة مطاطية كده للمخبوزات بتاعتنا. هعملك طريقة باتيه بصراحة تحفة وسهلة خالص ومن غير ما تاخد معاكي وقت خالص. صلوا على النبي في الكومنتات، اهم حاجة تصلوا على النبي. بس كده انا طبعا دخلتها جوا بعض واخدت عجينة لمعة وفي نفس الوقت عجينة مطاطية زي ما انتوا شايفينها كده معايا. صلوا على النبي في الكومنتات، اهم حاجة تصلوا على النبي عشان انتوا تاخدوا الثواب وانا اخد الثواب معاكم. بس كده هنسيبها تخمر معانا، لازم تخمر معانا. بس كده هنا هغطيها واسيبها تخمر معانا. اهم حاجة طبعا حطي حبة زيت كده من فوق يعني عشان وشها يبقى لامع معاكي يا زهرة الكون. بس كده تمام، هنسيبها لمدة نص ساعة وهتلاقيها خمرت معاكي. رجعنا اهو على طول، شايفين التخمير؟ هقولك التخمير الصح بيحصل ازاي. لما تاجي تحطي العجينة بتاعتك، بصي التخمير من تحت عامل ازاي، بتنزل لوحدها زي ما انت شايفة. ده التخمير الصح لأي مخبوزات انت بتعمليها. هنا هقسمها على كورتين زي ما هتشوفي كده معايا. تابعي معايا الطريقة عشان تعملي احلى باتيه لأولادك، للمدارس، للرحلات، للمصايف، زي ما انت عايزة. وممكن تعمليها تفردي الكورة كلها مرة واحدة، بس انا بختصر معاكي هنا وبعملها لك كورتين على قد الكوانتر بتاعك. هنا انا فردت العجينة مستطيل زي ما انت شايفة كده، وبجيب معلقة سمنة، معلقة زبدة، معلقة زيت، الموجود عندك اي نوع مادة دهنية استخدميه. بس كده بفرده على العجينة وهفتح فتحات زي ما انتوا شايفين بالجناب، وفي النص نسيبها مقفولة. هنطبق العجينة بتاعتنا زي ما انت هتشوفيها معايا عشان تديكي توريقة للباتيه من جوه زهرة الكون. صلوا على النبي كده في الكومنتات. بصوا الطريقة سهلة وبسيطة خالص. لو معاكي 10 كيلو من العجينة دي هتعمليها في غمضة عين. بصي طبقيها كده، واهم حاجة طبعا تقفليها كويس، اهم حاجة التكفيل الكويس عشان الزبدة او السمنة ما تطلعش معاكي من الكرة اللي انت عملتيها. بس كده تمام. هاتي طبق حطي عليه حبة زيت. لو الجو صيف طبعا هتحطيها في الفريزر لمدة 10 دقايق، لو الجو شتا هتشتغلي بيها على طول. هنا هنفرد نفس الكورة برضو بنفس الطريقة زي ما انت شايفة. زي ما قلت لك انت ممكن تفرديها كلها مرة واحدة لو عندك مكان واسع شوية. وقفليها كده كويس من الجناب عشان الزبدة ما تطلعش منك او المادة الدهنية اللي انت حطها.
ريحي كده العجينة التانية، هتكوني جبت الأولى معاكي وتشتغلي فيها على طول، مش هتريحي كتير يعني. وديت واحدة وجبت واحدة على طول، مجرد ما فردت التانية. وافرديها برضو بنفس الطريقة، خليها مستطيل، خليها مربعة زي ما انت عايزة. اهم حاجة تساويها كويس، وبعد كده قطعيها. كل 4 صوابع هتعملك باتيهاية زي ما انت شايفة، وقسمتها من النص، هتديكي توريقة تحفة. يا رب تكون استفدتي اي معلومة من المعلومات اللي انا بقولها في الباتيه بتاعنا. هنا هتجيبي حشوة حلوة حادق اللي انت عايزاه. انا دي جبنة عادية وحطيت عليها شوية زعتر وشوية حبة البركة. انت مش حابة اي اضافات عادي استخدميها بيضة زي ما هي. وقفليلي كويس الباتيهاية كده زي ما انت شايفاها، لفيها واضغطي كويس وقفليها كويس عشان الجبنة ما تطلعش معاكي من الجوانب. اهم حاجة التقفيل الكويس يا زهرة الكون. وصلوا كده على النبي في الكومنتات. هقولك على طريقة خبز هتطلع معاكي زي الافران بالظبط بدون ما تولعي شواية. تابعي بس انت الفيديو كده للنهاية وان شاء الله تستفيدي. بس كده تمام زي ما انتوا شايفين كده معايا بالظبط يا زهرة الكون. قفلي كل الباتيه بتاعك وحطيه جنبك، وبعد كده هاتي الصينية وحطيه فيه وسيبيه يخمر، لازم يخمر معانا. هقولك على طريقة تخمير برضو سهلة وسريعة جدا. بس كده تمام. هنرص في الصينية بتاعتنا. طبعا انت عايزاه صغير عايزاه كبير عايزاه ميني برضو ممكن تصغري القطعة شوية وتخليه ميني باتيه. عايزاه باتيه مثلا متوسط خليه متوسط، عايزاه كبير خليه كبير. هنا طبعا دي القطعة التانية زي ما انت شايفة، وزي ما انت عايزة هتعملي القطعة بتاعتك. اهم حاجة التكفيل الصح. هنا طبعا خمر معانا، بوريكي بعد التخمير. حطيه في فرن البوتاجاز وسيبيه هيخمر معاكي وشه يبقى لامع معاكي، ما يبقاش ناشف معاكي خالص. هاتي حبة حليب كده وبالفرشة ومشي عليه. لو ما عندكيش حليب عادي استخدمي شوية مية، مفيش اي مشكلة. تعالوا طريقة الخبز بقى اللي هي الفكرة العبقرية. ارفعيه للرف اللي هو بيبقى في النص، ارفعيه لاخر درجة فوق تحت الشواية على طول، وشغلي الفرن من تحت لمدة 10 دقايق على اعلى درجة حرارة. وبعد كده حطيلي الباتيه بتاعك. بس اهم حاجة طبعا تلف الصينية يمين وشمال عشان ياخد كل اللون. بصراحة الطريقة تحفة، وبشكر صاحبة الفكرة اللي عملتها. انا شفتها معمولة من 2 سنين، بس بصراحة حلت عندي مشكلة. بدل ما انا بولع من تحت وبعد كده بقى اطفي من تحت واولع الشواية عشان عندي زرار واحد، لكن هنا انا ما ولعت الشواية خالص، حطيته في الرف الاخير وسبته على اعلى درجة حرارة، ولمدة 20 دقيقة كان هو أخد لون موحد زي ما انت شايفة كده. بس أهم حاجة بعد 10 دقايق لفي معاك الصينية عشان يبقى كله لون موحد. بصراحة أنا نسيته شوية، أخد فترة شوية حتى لفيت الصينية، عشان كده هتلاقي جنبه محمر كده حلو وجنب فاتح شوية. بس انت زي ما قلتلك شايفة الباتيه عامل ازاي، وشوفي لي الطراوة وشوفي لي اللون. طبعا لو صواني ألمونيا هيبقى معاكي تحفة. بصيلي على الطريقة وبصيلي. بصراحة انا حليت مشكلة. انا بالنسبة لي انا حليت مشكلة، وانت ان شاء الله برضو هتحلي مشكلة لو انت عندك زرار واحد زي في الفرن بتاعي وبدون شواية خالص. انا كنت ما برضاش اعمل باتيه ولا كرواسون ولا الحاجات دي في فرن البوتاجاز عشان ما بيدينيش اللون ده، وفي نفس الوقت الجناب كانت دايما بتطلع معايا بيضة يا زهرة الكون. شوفي لي التوريقة وشوفي لي الباتيه بتاعنا. بصراحة طالع من الفرن هو كده حاجة سهلة وبسيطة خالص. وما تنسينيش بس اهم حاجة في اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة بتتابعيني. بصيلي على الباتيه وجمال الباتيه. طبعا زي ما قلتلك اي مخبوزات انت هتعمليها بالطريقة دي. شايفين الطراوة؟ بصوا الطراوة. واهم حاجة العجينة زي ما قلتلك طبعا في بداية الفيديو. بص الباتيه تحفة، وطعمه زي باتيه اللي بتشتريه واحلى من اللي بتشتريه بكتير كمان. بس كده تمام. هنشوف شير ولايك واشتراك معانا، ومع السلامة. اشوفكم في فكرة جديدة.